ازيكم سنة 5 عاملين ايه؟ المرة دي هناخد درس جميل جدا اسمه النظام البيئي. هنعرف ايه هو النظام البيئي وبيتكون من ايه، واحنا بنقسم الكائنات الحية على حسب الغذاء ولا على حسب ايه بالظبط. هنعرف التصنيف الكائنات دي. أول حاجة يعني ايه نظام بيئي؟ النظام البيئي هو عبارة عن مساحة طبيعية تحتوي على كائنات حية وعناصر غير حية. ايه هي الكائنات الحية ديت؟ الكائنات الحية اللي هي الإنسان والحيوان والنبات. طب العناصر الغير حية قالك الماء والهواء والتربة. يبقى أنا عندي مكونات حية اللي هي الإنسان والحيوان والنبات، وعندي عناصر غير حية زي الماء والهواء والتربة وضوء الشمس برضه من العناصر الغير حية. عندي الأنظمة البيئية. الأنظمة البيئية في أمثلة كتير ليها. أول حاجة الصحاري، وإيه تاني البحار والمحيطات، وإيه تاني قالك الغابات، وعندي التندرة الباردة. يبقى أنا عندي أنظمة بيئية مختلفة: الصحاري، البحار والمحيطات، الغابات، التندرة الباردة. بعدين عندنا إزاي بتحصل الصقور على الطاقة. كل كائن بيحصل على الطاقة بطريقة معينة، بس كلها بمبدأ واحد. يعني مثلا الشمس بتدي الطاقة اللي هي الطاقة الضوئية اللي بتحولها في النبات إلى طاقة كيميائية، واللي بتتخزن مثلا في الجزر. مين اللي بياكل الجزر؟ قالك الأرنب. طب مين اللي بياكل الأرنب؟ قالك الصقر. وعندي برضو الصقر ممكن يأكل الفار. بس أنا عندي إيه المبدأ واحد، يعني الطاقة بتنتقل من مثلا الشمس للنبات، من نبات لحيوان بياكل الأعشاب أو النباتات، وبعدين للكائن مثلا المفترس. يقول لعل الصقر حيوان مفترس ليه؟ لأنه بيحصل على الطاقة من خلال التغذية على حيوانات أخرى. يبقى أنا ليه الصقر حيوان مفترس؟ قال لك لأنه بيحصل على الطاقة من خلال إيه؟ التغذية على حيوانات أخرى. لا مش مثلا بيتغذى على النباتات، لا بيتغذى على حيوانات أخرى، عشان كده بيسمى مفترس. بيقول لك لا تتغذى الصقور على النباتات. الصقر ما بيتغذاش على النباتات، لكن بيتغذى على الحيوانات اللي بتاكل النبات، زي مثلا الارنب ياكل الجزر. يبقى هو كده بيعتمد على النبات بس بصوره ايه؟ غير مباشره. بعدين قال لي هل الطاقه خلاص لما يموت الصقر خلاص بتروح الطاقه؟ لا، الصقر بتحلل اجسامه، اجسام الصقور بتتحلل، وبعدين بتروح فين الطاقه بتاعته؟ قال لك بترجع تاني للبيئه. هنصنف الكائنات الحيه على حسب الغذاء. عندي تصنيف على حسب نوع الغذاء إلى آكلات اللحوم، وعلى حسب برضو الآكلات الأعشاب. عندنا آكلات العشب واللحوم. يبقى أنا عندي كائنات آكلات اللحوم بتأكل لحوم بس، وكائنات تانية بتاكل الأعشاب بس. أكلات العشب واللحوم زي مين؟ زي الدب والطائر والفار وبرضو الإنسان. عندي آكلات العشب زي الأبقار، الأغنام، الماعز، الأرانب، الجراد. كل ده بيأكل العشب اللي هي الأبقار والأغنام والماعز والأرانب والجراد. طب آكلات اللي هم معروفين اللي هو الأسد، الفهد، الوشق المصري، التمساح، سمك القرش. كل ده على حسب نوع الغذاء قسمناهم لآكلات اللحوم وآكلات العشب وآكلات العشب واللحوم. بس يعتبر ده أول جزء
ده يعتبر خلاص أول جزء احنا هناخده. في جزء تاني لبقية الدرس بتاع النظام البيئي، بس هناخده المرة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله تكونوا فهمتوا حاجة. أنا مقصرة الفيديو عشان كلكم تبقوا فاهمين ومحدش يكسل ويكمل الفيديو. بس فخير إن شاء الله، والامتحانات قربت فذاكروا كويس